ماي جاد، الفيديو ده بيحصل فيه حاجه غريبه جدا. الولد ده بياكل لبانه، ولكن لما بيرميها بتيجي على راس واحد قزم وبتتحول للحمه. ازاي؟ اوه ماي جاد. البنت اللي قدامك دي عامله تحدي قوي جدا، رايحه للتمثال ده وعايزه تعمل نفسها كرسي علشان التمثال يقعد عليها، ولكن اللي هيحصل دلوقتي مفاجاه. التمثال فعلا بيقعد، ولكن البنت لما بتيجي تقوم التمثال ما بيقعش. ازاي؟ مش عارف. تعالوا نشوف حصل ازاي. اوه ماي جاد، شو هذا الرجل يستخدم الوقت لكل شيء. ما هذا؟ الساعة الآن 36 35 40، كل دقيقة يعمل فيها شيء مختلف. اوه ماي جاد، شو هذا الهراء؟ الراجل أول ما شاف التسلل مات. اوه ماي جاد، الولد اللي ورا ده بيتفرج على البنت وهي بتعمل حركات محرجة جدا. ايه التسلل ده؟ ما هذا؟ اوه ماي جاد، الولد ده عايز يعمل مقلب في امه، ولكن امه ناصحه جدا. بص كده هتعمل فيه ايه؟ هتقلب المقلب عليه هو. ايوه. ايه ده؟ ما قلبتش، هتقلب. ايوه كده. الذي يفحر فحره لاخيه يقع فيها. البنت اللي قدامك دي معاها فلوس كتير جدا، يعني لو كل واحد في العالم خد منها 1,000,000 واحد بس مش هيأثر في حاجه، ومصاحبه كل مشاهير السوشيال ميديا واحد واحد، مصاحباهم علشان فلوسهم. يا ترى انت لو قابلت البنت دي هتطلب منها كام؟ اوه ماي جاد، البنت اللي قدامك دي بطلة العالم في الكونغ فو وبطلة العالم في رفع الاثقال. الناس كلها تحدوها ان هي هتخسر في التحدي ده، ولكن غلبت كل التوقعات وكسبت التحدي وعملت 100 بطن و100 عقل. اوه ماي جاد، البنت دي بتعمل حاجة غريبة جدا. كل الناس تحدوها ان هي تغير هدومها وهي بتلعب. لو شفت حاجة غريبة اكتبها في الكومنتات. البنت اللي قدامك دي بتلعب لعبة قوية جدا تابعة لألعاب كمال الأجسام. اخترعت حاجة في لعبتها دي خلتها أقوى من أي حد في المجال كله. لو تعرف اسم اللعبة أو اسم الاختراع اللي هي اخترعته اكتبه في الكومنتات علشان كل الناس تستفاد. البنت اللي قدامك دي كفيفة، أختها بتعمل فيها مقلب، ولكن المقلب ده بيكون خطير جدا. بتقلعها كل هدومها في وسط البحيرة وبتجيب صحابها علشان يتفرجوا، ولكن الخطير هنا إن أختها هي اللي بتتصور وبتتفضح. اوه ماي جاد، البنت اللي قدامكم دي هتعمل حاجة سحرية دلوقتي. هي دلوقتي بتقعد علشان الراجل يقعد على رجلها، ولكن المفاجأة اللي هتحصل دلوقتي غير متوقعة للجميع. بص كده ايه اللي هيحصل. البنت بتقوم، هي بتقع والراجل ما بيقعش. اتصدمت يا عيني. لو حد عنده تفسير باللي بيحصل ده يقول لي في الكومنتات لو سمحتم، انا مش فاهم اللي بيحصل ده. بص هي اللي هتقع. اوه ماي جاد، اللي بيحصل بجد. ايه اللي انا شايفه ده؟ الراجل ده اقوى راجل في العالم، بياكل كميات كبيره جدا. الولد ده اتحداه ان هو ياكل قده، ولكن خسر قدامه. رجع عادوا التحدي من تاني، ولكن برضه خسر تاني. جاب صحابه علشان يتحداه، ولكن خسر. انت شايف هي يخسر؟ اوه ماي جاد، ايه اللي بيحصل بجد؟ البنت اللي قدامك دي اسمها ملكة التلج. الناس تحدوها ان هي تفضل حياتها كلها بره التلج ده وهي رفضت. تحدوها تحدي تاني ان هي تفضل حياتها كلها تحت المية وقبلت التحدي، وبعد ما كسبت قالت لهم حاجة واحدة بس، لو تعرفوها اكتبوها في الكومنتات. اوه ماي جاد، الولد ده بيعرفك ازاي الخدعة السحرية بتتعمل. اول حاجة القلم ده بيبقى جواه فتلة. تاني حاجة الولد ده بيعمل الخدعة بتاعة الصباع المقطوع، وهو بيوري لك الخدعة بتتكشف ازاي. بعد كده الخدعة اللي بعديها زي ما انتوا شايفين. قولوا لي في الكومنت. اوه ماي جاد، اولا صلى على النبي. البنت اللي قدامك دي بتتعلم لعبة السكوتر، كل مرة تغلط، ولكن المرة الأخيرة عملتها وبإخلاص. بص كده البنت. اوه الولد ده بيكشف لك اخطر الخدعة السحرية في اقل من 15 ثانية. شوف واتفرج معايا. الولد ده حط المية في الكوباية وما نزلتش على راسه، معنى كده ان جواها سفنجة. عرفك الخدعة بتتعمل ازاي. شوف ولد واو، الولد ده بيكشف الخدعة السحرية في اقل من 15 ثانية. شوف عمل ايه، بيعرفك ان القلم بيبقى جواه حبل مش جواه حبر. اكتر من 100 خدعة سحرية بتتكشف في اقل من 15 ثانية. اتفرج وشوف يا ترى هيعملها ولا لا. اوه ماي جاد، الراجل ده عمل رسمة اديداس على دماغه. يجي بعديه بقى الحلاق التاني يعلق عليه يديله. اللي انت ما تعرفوش يا صديقي ان البنت دي هيتعمل فيها حاجة خطيرة جدا دلوقتي هي ماسكة التليفون وعايزة تسرق العجلة، ولكن العجلة دي فيها حاجة وخاصية كبيرة جدا بتخلي اي حد ما يعرفش يسرقها. شوف ايه اللي حصل للبنت علشان فكرت بس تسرق العجلة. لو تعرف ايه اللي حصل للبنت ده
قولي في الكومنتات. الراجل والبنت اللي قدامكم دي الناس عارفين عنهم ان هم بياكلوا كتير جدا لدرجه ان هم ممكن ياكلوك انت شخصيا. الراجل ده في مطعم اتحداه ان هو يجيب له صينيه عليها 50 وجبه، ولو اكل ال 50 وجبه كلهم ما يدفعش اي حاجه للمطعم. البنت اللي قدامك دي بتلعب لعبه باركور خطيره جدا، وهي بتتنطط الجيبه بتاعتها وقعت منها وطارت، ولكن الحمد لله كانت ساتره نفسها. قولي رايك في البنت دي في كومنت. اللي قدامك دي اسمها ملكة التلج، جايه لنا بتحدي قوي جدا، بتقولك اللي هيعمل شير ولايك وسبسكرايب ليه منها جايزة قوية جدا. جربوا دلوقتي وشوفوا بنفسكم، واللي مش مصدق يجرب، لو ما جالوش يبقى يسألني فيها. وانا اللي قدامك دي اخطر لعبة في اليابان، في ولد وبنت اتحدوا بعض مين فيهم اللي يكسب، ولكن البنت هي اللي كسبت. لو انت متوقع البنت هي اللي كسبت او الولد هو اللي كسب قولي في كومنت، بس انا متوقع ان البنت دي هي اللي هتكسب لانها اسرع منه بكتير جدا جدا. وزي ما انتم شايفين البنت دي تبان من الوهله الاولى انها قليله الادب، ولكن بتدخل تحدي مع الولد اللي فوق ده وبيرمي عليها كميه ميه كبيره جدا. قول لي ايه رايك؟ ما هو اصغر حيوان في العالم؟ انت. اجابه صحيحه. هي دي الرجاله ولا بلاش؟ بص كده معايا على البنت دي. البنت دي جوزها قال لها انا هخليكي ملكه في بيتك بعد ما تتجوزي. اتفرج كده، خلاها ملكه بجد. اللي قدامك ده اختراع بدائي جامد جدا، يمكن اقوى اختراع بدائي عرفته البشريه. الراجل ده عامل اختراع جامد قوي، اتفرج كده معاه وشوف شوف هيعمل ايه في الكنزايه. جامد جامد. اوه ماي جاد، البنت دي بتلعب بلياردو، ولكن هيحصل حاجه غريبه جدا. بتقولك انا واصحابي لما نحب نلعب بلياردو هو ده اللي بيحصل. اوه ماي جاد، البنت دي بتلعب لعبه خطيره جدا، اهم حاجه ان هي تفرقع البالونه. لو البالونه ما فرقعتش حاجه تانية هي اللي بتفرقع. اتفرج كده وشوف لما البالونه ما بتفرقعش هي بيحصل لها ايه. بص كده هو ده اللي بيحصل. اوه ماي جاد، شوفوا يا جدعان الصين وصلت لايه. اتفرجوا كده الجهاز ده بيعمل ايه. تعالوا كده شوفوا معايا. هو دلوقتي الجهاز ده عامل زي مكنه الطباعه بالظبط. الراجل بيمسك التليفون واول ما يضغط على الزرار الطبعه بتشتغل. ايه الجمدان. اوه ماي جاد، البنت دي داخله الجيم عشان تلعب. الراجل قاعد وقلع هدومه خالص، قال لها ما ينفعش تدخلي بهدومك. البنت عملت ايه؟ ايه ده صدمه. وفعلا كل اللي في الجيم محدش لابس حاجه. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه. اوه ماي جاد، شوف البنت دي بتعمل ايه. هيحصل لها حاجه غريبه جدا دلوقتي. اتفرج بص. اوه ماي جاد، شوف البنت دي بتعمل ايه. ده اقوى روتين ممكن تستخدمه في حياتك. البنات هنا جايين للشاب ده وبيحطوا له ميه ساقعه وهو بيغسل بيها وشه، وبعد كده بيلعب ضغط. انا مش متخيل انك تقدر تشيل الاوزان دي كلها. بعد كده هشيل البنت. اوه ماي جاد، اقسم بالله الصين دي يا جدعان عليها اختراعات جامده جدا. شوف الطبعه اللي قدامك دي الواد بيمرمطها شغل ولسه مش مشتكيه، عمال يمرمطها وش وظهر وكل حاجه، والطبعه ما بتشتكيش، وطبعه صغيره قد كده. ايه ده؟ اوه ماي جاد، الراجل ده بيكشف لك حقيقه المطاعم والكافيهات. الولد ده بقى مش مصدق فحب يعمل زيه، ولكن الحقيقه طلعت بجد. الراجل اللي بعده بقى مش مصدق فحب يكشف لك الخدعه الحقيقيه اللي بجد. تعالى بقى شوف هيعمل ايه. بص مفيش خدعه ولا حاجه، الموضوع كله فبقى. اوه ماي جاد، اللي قدامك ده اقوى روتين ممكن تستخدمه يوميا. اتفرج كده معايا الولد ده ايه. الماسك ده بيخلي وشه بدل اسمر يخليه ابيض لون الشمس. اتفرج معايا بعد كده هتجيب له الصندل الفاخر الروتانا. الله،